السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة إن شاء الله هنخلل مع بعض اللفت سليم علشان يقعد معانا فترة طويلة. اول حاجة اللفت بتاعنا بيجي بالشكل ده. احنا بننضف الجزء اللي فيه الطينة والتراب ده وبننضفه ونغسله كويس. وبما ان احنا هنخلي اللفت سليم زي ما هو، فهنقطع العروق بتاعته كمان كبيرة علشان العروق ما تدوبش لغاية ما اللفت يستوي. كمان احنا بنختار حجم اللفتة اللي بيبقى تقيلة، علشان الخفيفة بتبقى مجوفة من جوه. وبنختار اللفتة اللي تكون مدورة، بتبقى افضل في التخليل من الرفيعة المسحوبة. الرفيعة المسحوبة دي ممكن نجيبها في تخليل سريع. وادي العروق بتاعتنا انا مقطعها كبيرة علشان خاطر تفضل مستمرة لغاية ما اللفت يستوي. اللفت طبعا مش بنعرف نجيبه كله حجم واحد، احجامه بتختلف، فبتبقى معانا الكبيرة شوية والمتوسطة والصغيرة. فاحنا بنخلي الكبيرة اللي بنحطها في البرطمان من تحت، وبعدين نحط الاصغر شوية ونخلي الصغيرة خالص هي اللي على وش البرطمان، بحيث لما اللفت يستوي نقدر ناخد الصغيرة الاول ونستخدمها لغاية ما نيجي نوصل للكبيرة خالص، هتكون قعدت شوية في السوا ومش هتبوظ معانا. كمان انا معايا هنا وحدتين بنجر ومقطعاهم كبير، مش بشراهم، علشان خاطر برضو يقعد معايا مستمر اثناء ما اللفت بيستوي. معايا البرطمان بتاعي عقمته، حطيت فيه خل ورجيته بالخل جامد جدا وسبته لغاية ما جف. وبعدين نزلت باللفت بتاعي، وزي ما قلنا هنحط الكبير خالص تحت وبعدين الاصغر ثم الاصغر، وهنحط شوية كده من العروق ونحط بعض قطع من البنجر، يعني نحط شوية لفت شوية بنجر شوية عروق، بحيث ان البرطمان بتاعي كله يبقى فيه من كل حاجة بتساوي. كده خلاص احنا ملينا البرطمان بتاعنا على الاخر. انا كنت غالية مية وسايباها تبرد، وبعدين بجيب المية بتاعتي وبحط فيها اول حاجة سكر، علشان السكر هي مادة الحفظ بتاعتنا اللي هتحافظ لنا على اللفت بتاعنا. هناخد معلقة كبيرة ونحطها. كمان هنضيف الملح بتاعنا، المفروض ان كل كيلو لفت ليه 3 معالق ملح، فشوفي بقى انت جايبة كام كيلو من اللفت وبناء عليه حطي نسبة الملح اللي تناسب الكمية اللي انت جايباها. هندوب الملح مع السكر في المية اللي احنا غليناها وسبناها بردت لغاية ما يدوب، وبعدين هننزل بالمية بتاعتنا على اللفت لغاية ما نملأ البرطمان ونغطي وش اللفت بتاعنا بالمية. لازم اللفت كله يبقى متغطي ومغمور بالمية. انا كمان هحط نص معلقة شطة، علشان الشطة كمادة حفظ لللفت بتاعنا، وكمان مش بتخلي اللفت بتاعنا مشطشط، لا بتخلي طعمه جميل. وهنحط كيس وبعدين نقفل الغطا بتاعنا كويس. ايه لازمة الكيس؟ علشان يمنع دخول اي هواء لللفت بتاعنا اثناء فترة التخليل. لو لاحظتوا في البداية لما حطينا المية البنجر كان لونه لسه ما ظهرش، دلوقتي بعد ما عدى عليه فترة البنجر لونه بدأ يظهر وملأ البرطمان بتاعنا. هنسيب اللفت كده ومش هنفتح عليه لغاية ما يستوي معانا. اللفت ده ممكن يقعد معانا شهر ونص، شهرين، حسب فترة ما انت اشتريتي اللفت وجودة اللفت. كده خلص الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.